السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. جو اخر الليل وسنينه يا بنات. انا قاعدة كده يا اخواتي والعيال عايزين ياكلوا وانا جعانة معاهم. يا ماما عايزين ناكل عايزين ناكل، قلت لهم اعمل لكم حليلة يا عيال. اللي كنا بنعملها زمان هما ما يعرفوهاش، انا اللي اعرفها. كانت بتعملها لي جدتي وامي. الحليلة دي بتاعتنا بتاعت الصعيدة، محدش عارف حد يعرفها ولا لا. المهم يا بنات، حطيت هنا حبة لبن حلوين هيغلوا كده معانا، وهنزل برشة ملح السكر هنا على حسب الرغبة يا بنات. على حسب ما انت تحبيها يعني مسكرة. حطيت هنا السكر، كنت حاطة بعد كده لقيت آه لقيت عايز حبة سكر تاني حطيه. هفضل اقلب اقلب كده، ويعني ملهاش مكونات ولا مقادير. عندك كوباية لبن ممكن تعمليها، كوبايتين تعمليها. هنا معلقتين دقيق ودوبتهم كده في المية، وهنزل بيهم على اللبن كأني بعمل بشاميل او مهلبية، بس قوامها مش تقيل، خفيف وحلو جدا. بتتعمل بالعيش، ممكن تعملها بالعيش البلدي، احنا بنحب نعملها بالعيش الشمسي. عملناها بالعيش الشمسي، قطعت كده حبة عيش شمسي، وكان كده القوام في الفيديو انا وهو بعمل القوام كده، والله العظيم بين يتحذف ما بانش معايا. المهم نزلت كده بكل الخليط ده على العيش، بس مش اكتر من كده. جو اخر الليل وسنين احنا ناكل ونتخن، يلا الله المستعان. جربوها تعجبكم ان شاء الله. بس بصوا منظرها كده، ولا اي حاجة، سهلة اسهل من السهولة. ولازم تحط لها معلقة سمنة بلدي، لازم سمنة بلدي عشان تكون معاكي طعمها حلو وخطير. واكلنا احنا الولاد. الموضوع ده كان الساعة 2 بالليل. الجوع بتاع الليل وسنين والشتا وسنينها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.